معقولة ام كلثوم ماتت وهي ام كلثوم وحفيدتها رفضت تمثل وقالوا لي دي اتحجبت واعتزلت؟ تخيلوا ام كلثوم كده وحفيدتها تبقى كده، شوفوا احنا وصلنا لفين. هو ايه المشكلة اصلا ان حفيدة ام كلثوم اتحجبت ومش عايزة تمثل؟ هو ده يعني يقلل من ام كلثوم؟ هو ملوش اي علاقه بام كلثوم، دي حريه شخصيه. هي البنت ملهاش يعني لا تحجب البنت ليه علاقه بام كلثوم، ولا عدم تحجب البنت وانها مثلت ليه علاقه بام كلثوم. هي لوحدها انسانه لوحدها ملهاش علاقه. يعني لو انا جدتي ام كلثوم وانا قررت اعتزل الفن، ده لا يعيبها ولا يجي جنبها. هي شخص منفصل عني حتى لو هي جدتي، ايه المشكله؟ بس انا حره بقى، كل واحد انسان حر. ومعنى ان انا جدتي فنانه كبيره ان انا بالضروره امشي على خطاها؟ يعني موقفها مش صح ومش غلط. هي لو كانت عايزه تمثل كانت هتمثل، لو ما كانتش عايزه هي حره. ايه الغلط وايه الصح في كده؟ اصلها مش هتعمل خطيئه. يعني انا مش بخيرها ما بين المعصيه ورضا ربنا. الغنى حاجه هي كانت عايز تعملها، الغنى الحمد لله مش حرام، الفن مش حرام، فهي بتعمل حاجه مش حرام. والست اعتزلت بتعمل حاجه مش حرام، هي حره. مش معنى ان جدتها فنانه كبيره انها مضطره انها تمشي على خطاها، ومضطره انها تشارك في عمل ليها، ومضطره. هي حره، الست حره.